لنادي الأهلي المصري صاحب المشاركات الكبيرة والتاريخ الطويل في كأس العالم للأندية، أمام هذا الحشد الجماهيري الهائل وسط هذه الأجواء الكبيرة في هذه الليلة الكبيرة جدا. سيداتي وسادتي، نتوقع أن نستمتع وإياكم بأحداث هذه القمة بقيادة خيسوس فالنزويلا من فنزويلا. حكم مباراة الليلة سيساعد خورخي أوريغو وتوليو مورينو من فنزويلا، أيضا في هذه الموقعة العالمية التي تدعو الجميع للاستمتاع بأحداثها بأجوائها بإثارتها في هذا الكرنفال الرياضي الكبير. من هنا في الجوهرة المشعة بدأ الملعب ممتلئ على آخره، وكانت أجواء مليئة بالصخب والتحديات قبل انطلاقة المباراة. لقد كان هنالك الكثير من التحديات في كل مكان في جدة بين جماهير الناديين. قائمة الاتحاد في مباراة الليلة: المعيوف في حراسة المرمى مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي. في وسط الميدان فيصل الغامدي يتواجد بجانبه فابينيو، ونجم خط الوسط نغولو كانتي، بينما كورنادو مع رومارينيو. في مساندة المهاجم الصريح كريم بنزيما الفائز من قبل بهذه البطولة مع فريق سابق ريال مدريد. ليلة استثنائية كبيرة جدا تنتظرنا وإياكم من هنا في جدة، أمام هذا المدرج الرهيب، أمام أجواء الاتحاد، أمام جماهير الاتحاد، أمام لون الاتحاد، أمام كريم بنزيما القائد، وهنا في الجهة الأخرى أمام حشد جماهيري هائل ولون أحمر طاغي. بدانا كأنك في القاهرة في بعض مواقع هذا الاستاد مع الجماهيرية الكبيرة أيضا للنادي الأهلي. إذن هي أجواء رائعة للغاية من هنا في هذه الليلة التاريخية التي تنتظرنا في مسرح الجوهرة المشعة، حيث المواجهة الكبيرة بين اتحاد جدة والنادي الأهلي المصري، بين الاتحاد السعودي مروان عطية. الأهلي تجربة وتاريخ كبير جدا على مستوى مونديال الأندية، يكسب الخطأ الأهلي في هذه الأثناء على حساب فابينيو. نحن نتكلم محاولة على جهة اليمين بكرة عرضية خطيرة، حجازي تدخل، الشحات تسديدة، يا إلهي خلص الدفاع في اللحظة الأخيرة. أي كرة، أي لمسة، وأي تمريرة، وأي تسديدة بعد ذلك من الشحات، ولكن دفاع الاتحاد كان سدا منيعا أمامه. لمسة لكورنادو، تمريرة بينية حلوة على اليمين، كانتي على اليمين، خطيرة اتحادية، يلعب كرة عرضية خطيرة، رماه وكرة، يا إلهي مستحيلة، لقطة ولا أروع. شناوي يا جماعة، شناوي يا جماعة، شناوي روما على عتاب المرمى. محمد خلص في هذه الأثناء، تحرك لمحمد هاني، لمسة حلوة على اليمين، خطيرة أهلاوية وفرصة وكرة، يا إلهي أي فرصة يا هاني، أي لقطة جميلة لمصلحة النادي الأهلي. تألق في بعدها معيوف مرة أولى، والدفاع مرة ثانية عادت لمعلول، مرة معلول على اليسار للأهلي، محاولة فيها تغطية من جانب مهند بلمسة تصيات اليمنى باتجاه مهند، لكن التغطية من الدفاع واللاعب بعد ذلك يستمر. الكرة خرجت إلى وجود خطأ ضد مهند شنقيطي ولمصلحة النادي الأهلي. كرة بعد ذلك نشوف مرة أخرى، حاول الوصول الكرة ولكن التغطية كانت كريم بالكعب جميلة، تصل لكانتي، كانتي عرضية، يا إلهي لم تكتمل الصورة، كانت لقطة في منتهى الروعة لنغولو. لقد عاد كانتي الكبير، لقد عاد بمستوى كبير. كرة نادي تشيلسي، طويل الكرة، تغطية دفاعية، أقرب إلى حسن كادش، يطالب كهربا بوجود لمسة يد، يطالب كهربا بركلة جزاء، لكن اللاعب يستمر. حجازي حول اتجاه اللاعب يقصد جبهته اليسرى، تصل عنده كورنادو، ركلة جزاء. سننتظر وإياكم. يبحث عن ماذا؟ يبحث عن حسن كادش. سيتحدث مع اللاعبين. لمسة اليد، الحكم أشار إلى ركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء على حسن كادين في أحداث هذا اللقاء.
اللقاء، الشرارة الأولى في الجوهرة المشعة. هل يصل النادي الأهلي للهدف الأول في القمة؟ مع هذه الركلة معلول أمام المعيوف، فرصة للنادي الأهلي للتقدم في هذه الأثناء. علي معلول وعبد الله المعيوف، انتظار معلول يا أهلي عالمي. نعم أهلي عالمي، الهدف الأول لمصعد النادي الأهلي من علامة الجزاء. معلول التاريخ والتجربة، معلول الشخصية والقيادية، معلول بالقدم اليسرى حطها بروعة في شباك الاتحاد. القمة بدأت من هنا سيداتي وسادتي. الأهلي وضع الكرة في شباك الاتحاد ليتحرك كل شيء في الجوهرة المشعة بعد ذلك، لأن معلول بدأ الحكاية بالقمة، بينما الاتحاد سيبحث عن العودة بكرة كورنادو العرضية رأسية لكنها بعيدة جدا بجانب رومارينيو، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. رومارينيو حاول في اللقطة الماضية لكن كرة جاءت فوق المرمى بالنسبة للنجم البرازيلي اللي عنده رقم مهم جدا بالنسبة لرومارينيو اللي يمثل 3 أندية، هو الوحيد اللي شارك في بطولة كأس العالم للأندية مع 3 كهرباء أمام تغطية من جانب الحجازي. في الأخير تحولت الكرة إلى وجود ضربة مرمى للحارس عبد الله المعيوف، وازعج كهرباء كان عنده تجربة رائعة في الاتحاد. كهرباء سجل هدف فيني أهلاوية. بيرسي على اليمين، بيرسي حاول بيرسي لكنها طارت. يا إلهي، لقطة في منتهى الخطورة مرة ثانية. الجبهة اليسرى لتدخل لتعود بعد ذلك باتجاه فابينيو، طويلة خلف المدافعين، حلوة باتجاه كريم، يصل بنزيما بكرة عرضية لكن الدفاع تدخل. فرصة كانت خطيرة اتحادية بعد دفاع النادي الأهلي على مرتين كان فيها تسلل في الأصل على كريم. نعم بنزيما نفسه في هذا المكان يبلي بلاء حسنا ويقدم أداء جيدا بغض النظر عن الخطأ اللي تم ارتكابه. دائما أهم لاعب في نادي الاتحاد هو كورنادو، هو اللمسة اللي توصل الاتحاد للمرمى، اللاعب القادر على صناعة الفارق، الخلاق المبدع القادر. هند عادها سريعا، اتحادية بكرة عرضية خطيرة بالراس، كريم تسديدة. يا لها من كرة جميلة لعبة من كريم، ردة فعل من الشناوي، خطيرة اللقطة الماضية. الشناوي يتدخل، هاني مر على اليمين، هاني يحاول بعض يلمع في هذه المباراة. فيصل يحافظ على كرة، يكسب خطأ على محمد هاني. بالسلامة إن شاء الله فيصل، بالسلامة إن شاء الله لفيصل. قام بتدخل من أحد طلاقة خطيرة مرتدة أهلاوية على اليسار، والكرة لمعلول والتمرير البين. يا إلهي، لقطة مستحيلة، فرصة كانت قريبة، 3-2. أي كورة، أي لقطة، أي محاولة كانت على أعتاب المرمى. زكريا يمكن اللي كان فيها مطالبة بوجود لمسة يد على محمد عبد المنعم. حكم اللقاء يتابع وينتظر، يتكلم الهدوء، يطلب منهم الهدوء، وبعد ذلك إلى ماذا سيشير؟ لم يقرر بعد أم ركلة جزاء اتحادية. نعم ركلة جزاء للنمور، عودة إلى أجواء اللقاء لكن ثاني مرة بنفس السيناريو، بنفس الغلطة. في هذه اللحظات بنزيما والشناوي، هل يعود الاتحاد؟ سننتظر مع هذه اللقطة، مع هذه الفرصة، مع هذه اللحظة. بنزيما والشناوي، يا إلهي أي حارس هذا، أي شخصية هذه، أي قوة هنا، أي تألق للشناوي. شناوي يمنع بنزيما، يبقيها على هدف أهلاوي بعد أن ضيع كريم من علامة الجزاء. يا لها من لقطة، ردة فعل ليست مرة أولى، ولن سيبحث عن مرور أمام تغطية. حجازي في التأمين مرة أولى، حجازي يا إلهي، غلطة فادحة من حجازي لم يستثمرها يا كهرباء. أولى ثم كرة طويلة خطيرة، تسديدة لكنها مرة جانبية خطيرة كانت
كانت من جانب كادش صاحب التسديده اللي في منتهى الروعه لكنها مرت جانبيه. لم نشاهد روما كثير جدا في مباراه من هذا النوع. الصافره تنطلق سيداتي وسادتي. خيسوس فالنزويلا ينهي شوط المباراه الاول في الجوهره المشعه. تقدم النادي الاهلي من علامه الجزاء لعلي معلول. فشل كريم بنزيما بعد ذلك في التعادل من علامه الجزاء. ستاو في بعض الاوقات امام عاشور. شوط اول تكتيكي عالي بالنسبه للنادي الاهلي، وشوط اول كان فيه بعض المعاناه للاتحاد اللي قدم مباراة استثنائية مثالية رائعة ضد اوكلاند سيتي. الليلة الوضع تغير شوية، المباراة أكثر تعقيد وأكثر صعوبة بطبيعة الحال أمام خصم بهذه القيمة وبهذه كورنادو تمويل بينية جميلة وكرة كهرباء تمرير. شحات في الانتظار، هذه خطيرة. شحات يحاول بلمسه أهلي عالمي وهدف عالمي وشحات عالمي. يا إلهي لقطة ولا أروع. يا لها من لمسة، يا لها من كورة، يا له من نجم، يا لها من لعبة. الشحات يقتحم كأس العالم من الباب الكبير، يدخل هنا حتى هنا. الله الله يا سلام، أي لمسة هذه. لقد ركنها في زاوية بعيدة، ذهبت إلى الشباك. كانت لعبة حريف وفنان ولعيب وكورة ولا أجمل. شحات ولا أجمل. أهلي عالمي، هدف عالمي. النسر الأهلاوي يحلق في سماء جدة، يسجل هدفا ثانيا للاعب التاريخي في كأس العالم. 4 أهداف في المونديال لحسين الشحات. الليلة يصل إلى هدفه الرابع تاريخيا. أروع وكهرباء وداخل منطقة الجزاء. كهرباء يحطها وفرصة. يا إلهي الأهلي ثلاثية تاريخية في قلب جدة تاريخية. يا الله، كورة ولا أروع. يا إمام يا إمام يا إمام يا إمام. عاشور بعد لمسة البورد. والأهلي عالي والأهلي عالي. إمام عاشور يسجل هدفا ثالثا أهلاويا في هذه القمة. هي حمراء حتى الآن في ربع نهائي المونديال. من قال أن الأهلي خصما عاديا؟ ابحثوا عن تاريخه، فتشوا في تاريخه، ستجدون الانتصارات في كل. بالنسبة لنادي الأهلي لمسة لإمام مسعود على جهة اليسار بكرة عرضية خطيرة وتسديدة يا كريم، لكن عالية من كريم بنزيما. حلوة اللقطة العرضية من باب مسعود، قابلها كريم بضربة قوية لكنها عالية وبعيدة. فرصة أهلاوية، من في الانتظار؟ بيرسي بعودة للوراء، تصل لمروان، تسديده. يا إلهي جميلة لقطة في منتهى الروعة. مروان عطية، لكن تألق المعيوف في صد الكورة اللي كانت على أعتاب المرمى في منتهى الخطورة لمصلحة النادي الأهلي. كان ينتظر عبد الرزاق حمد الله، معلول لم يكن ينتظر في لقطة الأسئلة. كرة لنقولو كانتي، محاولة مرور لكن التغطية أمام أكثر من لاعب. حلوة من جانب كانتي، وبعد ذلك مجهود فردي يشكر لكانتي، ولكنه بعد ذلك ضاع من عناصر الاتحاد اللي كان مع نونو سانتو فاز بلقب الدوري. مع نونو سانتو وإدارة النادي لم يوفقوا في اختيار الفريق المناسب في هذا الموسم على مستوى بطولة الدوري، مع ضياع العديد من النقاط. بينية خطيرة أهلاوية، بيرسي تاو وبيرسي حطها لكن فيها عالية وفيها تسلل في الأصل. بدني فيها شك في الأصل على بيرسي تاو. لسن
ميليتاو. سولية، نعم تسلل مرتين. تمريرة عمرو ميرسي كان في مكان التسلل. يانفا، هذا الجيل يرى فيه بعض جماهير النادي الاهلي انه اقل من الاجيال السابقه. حكم المباراه بطاقه حمراء، طرد على موديست، طرد على موديست في هذه الاثناء. قرار مفاجئ بصراحه في احداث هذه المباراه. في هذه المباراة كرة طويلة من جانب جوتا، عرضية بالراس خطيرة، وهدف، هدف اتحادي لكريم بنزيما. متأخر جدا من جانب كريم، راسية حجازي، تصدي الشناوي، لكن كريم يتألق بعد ذلك في تسجيل هدف اتحادي متأخر للغاية قبل النهاية تقريبا بدقيقتين. يصل الاتحاد إلى هدف أول بعد راسية من جانب حجازي، صد الحارس، وكريم يصل إلى سادس أهدافه في تاريخ هذه المسابقة. كريم بنزيما يحاول مع هذه النقطة تدخل وبعد ذلك إبعاد على مرتين. كان يطالب بشيء في اللقطة الماضية. كريم بنزيما يستمر اللعب بلمسة طويلة لكنها بعيدة عن الكل، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى في هذه اللقطة. كان يطالب كريم بنزيما بشيء في هذه الكرة، الحكم كان قريب. ياسر إبراهيم كان في التغطية. لن يتغير ولن يتغير شيء. الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية من قلب الجوهرة المشعة أمام اتحاد جدة هنا في هذه الليلة الكروية الكبيرة. نادي القرن في أفريقيا، فخر الكرة الأفريقية عالميا، يصل مرة أخرى إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزا كبيرا على الاتحاد ب3 أهداف مقابل هدف واحد في هذه الأمسية الكروية اللي شاهدناها وإياكم.